انت بشرت ثم النساء ثم العمليات في تدبير الاسره. في نهايه المطاف ثم اللي كتحطوا الميزانيه كما كنقولوا ديال الاسره. الموضوع اللي كيطرح لنا هو الموضوع ديال ارتفاع الاسعار والغلاء. بما اننا حنا مجتمعين في هذا اللقاء فيها بس نستركوا هذا الموضوع ونتكلموا نشوفوا المقاربه ديال الحكومه هذا الموضوع. الى اي حد التدابير اللي قامت بها الحكومه كانت عندها فعاليه ولا لا. الحكومه ما غاديش نقول بان هذا السياسه صعب لان هذه حقيقه، ولكن السياسه صعب حنا من عندنا تعاقد سياسي مع المواطنين ما كناش كنتعاقدوا على اننا سوف نشتغل فقط في سياقات السلام. هذه حكومه ديال التحدي سوف نشتغل في مختلف السياقات سواء كان سلام او صعب، لكن المردود التنموي يجب في كل مره نتكلموا عليه ونعطيو مؤشرات عليه وكيفاش كيغادي وكيفاش كيتقدم وشنو هي الامور اللي كتقدم وكتتخذ. واحد من الدراسات اللي عملها محمد عبد الجابري غمار السياسه كيتكلم على المرحله ديال تاخر الديمقراطيه. تيقول في السبب الرابع تيقول سوق طالع. في البدايه ديالي في الجامعه قريت كتاب ديالي بان الموضوع ما ياكلش السوق طالع، السياسه ما كاينش سوق طالع، صدقوني هناك سوق طالع، حتى السياسه هناك سوق طالع. فهناك بعض العناصر اللي كتتداخل بعض المرات فيها الخير لكن ما كتكونش يعني محسوبه ومعروفين التداعيات ديالها. هذه الحكومه هذه في البلاد كما قلت وضعت واحد الوضع معين تعاملت معه بعقلانيه. اول المقتضيات هو رفع الاعتمادات الموجهه للصندوق المقاصه. اللي ما كيعرفش الصندوق المقاصه هو اللي منه تنتحملوا الفارق ديال البوطه، لان البوطه السعر الحقيقي ديالها هي 140 درهم. الحكومه كتخلص 100 درهم على كل بوطه تيستهلكها المواطن. هو اللي منه تيتخلص الفرق اللي كاين في السكر، اللي منه كيجي الدقيق ديال الزوم ونتاكد بان النقاط ديال التيزنيت مع السيدي كيستافدوا منه. واحد 10 مليار ديال الدرهم اللي هي 100 مليار سنتيم تزاد قيق وقمح. قيق الاسعار ديالو على المستوى الدولي وحنا خرجنا من واحد السنه صعبه رافعات. فصندوق المقاصه فيه مشاريع قرب ب 41 مليار اللي هي 4000 مليار سنتيم كلها اللي هي امكانيات حطتها الحكومه في الوقت اللي تتوقع بان صندوق المقاصه غادي يكمل 32 مليار درهم فقط. خصوص النقل ديال الدعم ديال النقل غادي يساهم السنه بواحد 4.2 على ما اعتقد مليار درهم اللي هي امكانيات كبيره تسعى للدفعات اعضاء المهنيين باش يبقى النقل في الاسعار ديالو محدوده. خصوص دابا هادشي اللي كاين هاد الايامات يعني اللحوم الحمراء والخضار. انا كنشوف رشيد اخر القاعه اليوم رشيد شحال ديال المطيشه اليوم رشيد 150 درهم. شحال 150 درهم يوميا رشيد كيصلي الجو كيسال فيا السعر ديال المطيشه. هذا بالمناسبه شكرا للسي هذه القضيه ديال المطيشه هي مرتبطه بالظروف المناخيه، ولكن الحكومه كتحكم على الاجراءات. الحمد لله بدينا كنشوفوا بان السعر غادي ينزل لان الحكومه حاسه بالمواطن وقاسه العقول. ماشي كله تنسولو وتنعرفو، لكن لابد نعترفو بانه اليوم هناك مشكلات كثيره. اولا سلاسل ديال الاسواق اللي فيها صعوبات. ثانيا اللحوم الحمراء لعوامل متعدده اجتمعت. كانت كورونا، خرجنا من الجفاف، كان الارتفاع ديال الاستهلاك والقطاع ما كانش الوضعيه مزيانه. فالحكومه بدات جوج الاجراءات باش تعالج الموضوع ديالها. اولا زولنا الرسوم الجمركيه اللي كانت على الاستيراد ديال العجول والتشكيل والقطاع الوطني. والحاجه الثانيه هي زولنا الضريبه على القيمه المضافه اللي كيدخل عجل من الخارج كانت كتوصل ب 20% حتى هي زادت. هذه الاجراءات بدات اليوم الرقم ديالها ان شاء الله في رمضان وكل رمضان ان شاء الله غادي يكونوا في وضعيات معقوله، غادي يكونوا في وضعيات ان شاء الله معقوله. اللي بغيت نتاكد هذا الشيء تعمل، ولكن في نفس الوقت مشينا اشتغلنا على ملفات كبيره اللي ما طالبوا بها هذه السنوات. سجلات سنوات الصحه، التعليم، الرماد. الناس اللي كانوا في الرماد وكانوا كيتشكاو انهم كيمشيو للسبيطار وما تلقاوش واحد الامكانيات خاصه النساء. اليوم هاد الناس الرماد كتبدا عليهم الدوله والحكومه المساهمه ديالهم عندهم الحق يمشيو للقطاع الخاص بما عندهم مجانيه
وقطاع العمومي. التعليم والصحه بجوج الميزانيات ديالهم هذا السنه راه 800 مليار درهم اللي هي تقريبا واحد 10000 مليار ديال السنتين. هذه امكانيات كبيره تزيد على الحوار الاجتماعي اللي كان مع مختلف الهيئات سواء كان رجال التعليم ولا الاطباء ولا مختلف الفئات. الحكومه ملي تشتغل بهذا النفس الاصلاحي لانه راه سهل جدا اليوم في الماده شي ماده تدخل، ولكن صدقوني ما غادي يكون لا امن ولا صحه ولا تعليم ولا عمل اجتماعي ولا حتى حاجه. دوك الامكانيات اللي كاينه عند الحكومه غتولي كل ماده تدخلها فيها. فهذا ما كيعنيش بانه خصنا نوصلوا لواحد المستوى اللي هو مستوى الاستهداف، لانه كاينين الناس محتاجين بزاف، كاينين الناس محتاجين شويه، وكاينين الناس ما محتاجينش. هادو اللي ما محتاجينش راه عندهم الامكانيات، ولكن هادو اللي محتاجين شويه خصنا ندعموهم شويه، وهادو اللي محتاجين بزاف خصنا ندعموهم بزاف. هذا هو علاش الحكومه كتشتغل اليوم على السجل الاجتماعي، وراكم عالمين به وراكم عارفين بان الناس كيمشيو يتسجلوا. لذلك خص تكون عندنا واحد المنظومه ديال العنايه الاجتماعيه اللي تكون متماسكه قويه، امكانيه تاخذ القطاعات صحيح لانه العائد ديال هذه المراكز الاجتماعيه والقرى كيطلبوا واحد شويه ديال الوقت، لكن انا متاكد بان الحكومه هذه سوف يصيبها التاريخ. مره اخرى شكرا لكم والسلام عليكم.